اهلا بالحبايب. انا النهارده في استاد احمد بن علي، جاي احضر ماتش بيراميدز وفلامينجو. عايز اتكلم شويه عن بيراميدز. انا بشوف ان بيراميدز ظاهره صحيه جدا في الكره المصريه، شايفها ظاهره بتطور الكره، وشايف ان اي نادي هيبقى موجود زيه في الدوري المصري هيبقى مفيد جدا للكره المصريه. يعني مثلا عايزك تبص معايا على من اول ما ظهر بيراميدز مستوى المحترفين في الدوري بقى عامل ازاي، لان طبيعي في وسط وجود محترفين اقوياء كل الفرق هتحاول ان هي تحسن من مستوى المحترفين اللي هي بتجيبهم، واللي مش هيبقى عنده القدره الماليه ان هو يجيب محترفين اقوياء هيبقى بيدور في قطاع الناشئين بتاعه، وبالتالي ممكن نتغلب على ظاهره طبعا بقى النوادي الاستثماريه وقطاع الناشئين المستثمري، لان انت هتبقى عايز تدور على لعيبه صاعده وواعده فعلا، مش لعيبه دافعه 50,000 و30,000. فده هيخليك برضو انك كل واحد هيدور على نفسه على طريقه عشان يدخل بيها المنافسه. وطبعا لما يبقى عندك لعيبه مصريه بتحتك بالمستوى المحترفين ده طبعا هيساعد في تطوير الكره المصريه، وبالتالي كله في النهايه بنصب في مصلحه المنتخب بتاعنا، المنتخب بتاعنا يبقى اقوى. مجمل اللي عايز اقول ان زياده المحترفين في الدوري المصري دي حاجه بتفيد الكره وحاجه هتصب في مصلحه المنتخب زي ما قلت لك. يعني مثلا عندك روح بص على الدوري السعودي، كتر المحترفين ما قللش حاجه من مستوى السعوديه. مستوى السعوديه النهارده في جميع الاعمار مستوى قوي جدا، وبالتالي المحترفين دول فادوا الدوري. فاخيرا قال ان المحترفين هتقضي على المواهب في مصر، فدي حاجه غلط جدا. لا، المحترفين حاجه هتفيد المواهب في مصر، حاجه هتطورهم، حاجه هتخلي اللي يظهر على الساحه بس اللي يعرف يدخل وسط المنظومه دي او وسط اللعيبه دي ان هو يبان وسطهم، فبالتالي هيبقى التدقيق على المستويات اكتر بكتير. واخيرا حابب اشكر دوله قطر ان هي في خلال شهر ونص قدرت تنظم 4 بطولات. بجد والله من كل قلبي بتمنى الفوز لبيراميدز النهارده. انا شايفه اختبار الاول من نوعه صعب على بيراميدز، ان شاء الله هو قدها. تشكيله حلوه، تشكيله اللي بيراميدز بادئ بيها تقريبا ما فيهاش اي تغييرات، فاتوقع ان العناصر الموجوده هتعرف تعمل حاجه، وان شاء الله يبقى ماتش حلو. هتشجع فلامينجو معاهم، انا خايف. دقيقتين على الأقل. شوط اول عنوانه فلامينجو في كل حاجه، كوره واستحواذ. والله واثق ان بيراميدز ترجع كره
اسماعيلي كانت هتصحي الدنيا خالص. هو طبعا فرق الكواليتي رهيب، اكيد اللعيبه البرازيليين مختلفين خالص في الكواليتي. الكره اسرع بكتير، رتمها اسرع. والله انا شايف بس لو اتقفل ناحيه الجانب بتاع اللعيب رقم 2 الباك رايت بتاع فلامينجو، لان هو دايما اللعب بيتمحور في الجزء الشمال، ومره واحده الكره تتلعب للجزء اليمين. فلامينجو في الملعب متعه، لو كملنا لهم انهم يلعبوا نفس الكوره بجد ممتعين جدا. للاسف هي الكرات الثابته واضح ان هي عدوى في مصر اليومين دول، الجولين من كرات ثابته نفس اللعبه. الموضوع كده بقى اصعب على بيراميدز، بس يعني ان شاء الله يعني سواء بيراميدز كسب خسر بجد والله يعني هم برافو عليهم ان هم وصلوا لحد المرحله دي. فرقه بقى بتعمل لها حساب في الدوري وفي افريقيا، وحتى النهارده بيلعبوا بشكل حلو. يعني اتمنى ليهم والله التوفيق في القادم. زلاكا كان معترض جدا على قرارات الحكم وكان بيطالبه بضربة جزاء، بس الحكم كان شايف عكس كده. بس اللي عجبني في يوريتيتش ان هو عارف يحتوي اللاعب وهو طالع، ودي حاجة فعلا كويسة جدا. يلا هارد لك لبيراميدز والله على اول تجربه خارج افريقيا، وانك توصل لحد ماتش ربع النهائي. هي البطوله مش كبيره قوي، بس ايا كان هي تجربه حلوه، اكيد بيراميدز استفاد منها.